وعليكم البنات، عواشر مباركة. جبت لكم مسمن معمر، سمعوا التقرميشة. احسن مسمن معمر اقتصادي تذوقوه، مورق بلا قوة تمارة ولا قوة مجهود او حتى كثرة مكونات، والاهم من هادشي كاملة لذيذ واقتصادي. فما تنسوش لي لايك واشتراك، وضروري واحد الكومونتير تشجيعي، وعلى الاقل واحد اللايك، حيت راه ما غيزيدكم والو ولا غينقص، ولكن انا غيشجعني باش نعاود مره اخرى نحط. فاستعملت انايا 2 سلايف ديال الدقيق الفورس اولا الدقيق الناعم، مع زلافه ديال الفينو، قبيصه ديال الملحه، مع راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين. فانايا بديت كنستعمل مندافئ للعجن، وبديت كنعجن عجنتها مزيان مزيان. نتوما يعني سواء العجانه ولا باليد، المهم تعجن مزيان مزيان مزيان. استعمل البنات فقط هاد المقادير اللي عطيتكم. عرفتوا واحد العجينه غادي تشوفوها في الاخر كطلع كطاوعكم، يعني كطلع واحد العجينه اللي تكون غير كتلعبوا بها، يعني ما تكونش يعني اللي كدلك مزيانه ما تكونش قاصحه، دوكا مزيان ما تكونش قاصحه، ما تكونش جاريه، ولكن تكون مدلوكه مزيان ومرخوفه. هنايا هي الحشوه وجدتها: بصله مقطعه رقائق صغيرين، فلفله الوان يعني خضراء صفراء حمراء اللي متواجده عندكم واخا لون واحد ديروه، والجزر محكوك. بديت كنشحر، ضفت هنايا ربع كاس ديال الزيت الروميه، مليحه، كمونه، شويه حبه حلاوه، خرقوم، سكينجبير، شويه ديال الابزار. والبنات صافي بديت نخلط هكا، وخليتها كتشحر على المهل، نقصوا عليها البوطه. وهنايا رجعت مباشره للعجينه. شوفوا البنات، شوفوا يعني سهله جدا وكطاوعكم، وما كتخليوش يعني انايا بسرعه. يعني فما جيت فين وجدت الحشوه صافي ورجعت عليها لقيتها طرخفات وطلقات وسهله الاستعمال. بديت هنا كنستعمل الكويرات ديالي. هنا عطاتني ما بين 10 حتى 11 حبه ديال مسمن. نديرهم شويه كبار، حيت هذه البنات ما غاديش نديرو وحده وسط وحده، هذه فقط عجينه، يعني كل عجينه وحدها. ورا البنات كيطلع واحد المسمن ما شهيتكم فيه، ريحته غتبقاو تشموها من راس الزنقه، ما يحشمكم لا مع ضياف لا مع عائله، حتى حاجه ديروا بعينيكم مغمضين البنات. هنايا بعد ما جمعت الكويرات ديالي صافي، رجعت هنايا لقيت الحشوه ديالتي تشحرت مزيان، وغادي نضيف ليها في الاخير الشحمه. الشحمه انا كنوجدها كنطحنها هكا في الهشوار، وكنديرها في الفريغو وقت ما بغيتها كنلقاها موجوده. استعملت واحد الكميه هناك لا باس بها كيف ما كتشوفوا. درتها في فوق البوطه صافي، وغير يعني دابت وطفيت على البوطه، ودرت الحشوه ديالتي في الجناب هكا حتى سقطرات، يعني داك الشحمه والدهون ديالها هما باش غادي نقرصوا العجين ديالنا، السمن ديالنا. هنا البنات بديت كنعزل الحشوه على حسب شحال من مسمنه غادي ندير، باش ما يزيدني لا العجينه تكون اكثر او لا الحشوه تكون اقل، يعني يجي داكشي هو هذاك. فرجعت على الكويرات ديالي بديت كنقرصهم. غادي تشوفوا تتابعوا معايا، راها طريقه سهله. وشوفوا ليا العجينه كيفاش ما كيرجعش، يعني المسمنه ما كترجعش، يعني كيف ما قرصتها كتبقى. غادي ناخذ نصف الكميه ديال الحشوه الاولى، وغادي ندير وحده فوق وحده. عاد من بعد غادي نضيفوا الحشوه المتبقيه، وغادي نطويو الطويه الثانيه وحده فوق وحده نفس الشيء. يعني راها طريقه سهله ومبسطه، قد ما هي سهله قد ما هي كتجي ناجحه ومقاده مزيانه. غنعاود معكم واحده اخرى. كنستعن بهذيك الحشوه، يعني اللي سقطرت ليا من عفوا، يعني الدهون اللي سقطر ليا من الحشوه كنبدا نقرص. شوفوا البنات ما كتقطع العجينه ما والو، كنستعملها بكل بساطه. السر في انك تدلكيها مزيان وما تكونش قاصحه.
والكميه ديال يعني اللي كتكون متجانسه ما بين الدقيق والفينو. يعني درت الاولى وغادي نضيف الكميه المتبقيه في هذه المرحله الثانيه. الا مازال ما درتو لايك البنات غير ديروا لايك باش حتى انا كنتحمس وكنتشجع. كنبغي نتصور شحال من حاجه الصراحه مصوراهم حاطه عندي في التليفون، ولكن يعني كتشوفي لي زابوني ولا كتشوفي لي كومونتير ولا لي لايك، يعني شحال من مره يعني كتشوفي مشاهدات كاين، ولكن الانسان ما كنعرفش علاش زعما الناس يعني كيشوفوا واحد الفيديو وما كيحطوش ما كيديروا لايك ولا واحد البصيمه ديالهم بلي راه دزنا من هنايا. فقط هادشي كما قلت لكم فقط غير كيشجعني وكيحاول حتى ان كيعاون الفيديو ديالي انه يزيد يطلع للناس اخرين. هذا فقط. انا القناه ديالي ما كنتخلص منها مازال صغيره بزاف، فكنتمنىكم تشجعوني وباش نستمر. انا البنات قرصتها ورجعت كنحطها في المقله ديالي، يعني كنبداو نقلبوا فيها كتحسوا بها بدات كطيب في الجناب نقلبوها. هذاك هو التقلب هو اللي كيخليها مورقه وكتجي يعني كتجي هشيشه. شوفوا لي التوراق البنات، ها انتم احسن توراق واحسن صوت تقدري تسمعيه في حياتك من تسمعي هذيك التقرميشه وهذيك التوراق ديال المسمن ويطلع لك الحشوه والعجينه ديالك مورقه وما كتكونش معجنه. نفس القضيه هكا حتى ساليت. انا كنوريكم يعني كيفاش كيبان. هنا شوفوا البنات تبارك الله شحال مورق وكيبان شهي، واللي الريحه البنات غتشموها من راس الزنقه. قد ما هو بسيط قد ما هو لذيذ وبنين. وكنتمنى لكم عواشر مباركه ومع السلامه للفيديو القادم ان شاء الله.